والآن مع الكلمة الأولى للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ أحمد النجمي. أيوه. سماحة نحن شباب من هولندا بأوروبا. أيوه. نريد أن نعرض على سماحتكم بعض الأسئلة والاستفسارات التي يرفعها إلى سماحتكم شباب من هولندا ممن هم على السنة النبوية والطريقة السلفية، راجين من الله جل وعلا أن ينفعهم بأجوبتكم وتوجيهاتكم. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. وإياكم. أولا. من هولندا؟ ها؟ نعم من هولندا. تفضل. أولا. نعم. يأتي إلينا رجل يدعى عدنان عرعور ويلقي المحاضرات والدروس، وقد ظهرت منه مقالات وتلبيسات تشكك في المنهج السلفي جعلتنا نسيء به الظن، منها بعض القواعد التي يرددها كثيرا. أولا، القاعدة الأولى: نصحح ولا نجرح في الحكم على أخطاء أهل البدع، فما قول سماحتكم في هذه القاعدة؟ هذه القاعدة لا ينبغي أن تقال، بل أهل البدع يجب أن نرد عليهم ونبين أخطاءهم حتى يحذرها الناس. فكلمة نجرح هم يريدون بها أن الذي يلتفت هؤلاء يعتبرون النقد هذا تجريح، وليس كذلك. النقد هذا إنما هو يعني لبيان الحق ونشرة الحق وليحذر الناس هؤلاء المبتدعة. فهذه القاعدة ليست قاعدة، هذا كلام من عنده خطأ ما قاله أحد من السلف. أثابكم الله. القاعدة الثانية: من حكم عليه، فما قول سماحتكم؟ كيف من حكم عليه؟ يقصد من حكم على شخص حكم عليه أيضا. إنما يحكم على المخطئ، أما الذي ليس عنده خطأ فكلمة حكم عليه ليس لها محل، إلا من صدر منه خطأ ينبغي أن يحكم عليه. أثابكم الله. وإياك. القاعدة الثالثة: يشترط في جرح أهل البدع ثبوت الجرح بأدلة قطعية، فما قول سماحتكم؟ على كل حال الجرح إذا كان عليه أدلة أو دليل من الكتاب والسنة وما جرى عليه أهل السنة والجماعة، وكان هذا القول مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، فليس يعني لا يشترط لأن تكون الأدلة قطعية، لأنهم يريدون بالقطعية يريدون بها المتواتر، وهذه هي يعني من طريقة أهل البدع نفسهم، لأن العقلانيين ومن يتبعهم في هذا يقولون أن لا نأخذ إلا بأدلة قطعية ويريدون به متواتر. هذا اتخذوه سبيلا إلى رد السنة، إلى رد السنة. أثابكم الله. ويب. القاعدة الرابعة: يشترط في من يسمع من شخص خطأ أو وقف على أخطاء في كتاب أن يستفصل قبل أن يحكم وقبل بيان هذه الأخطاء، ومن خالف هذا فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين، فما قول سماحتكم؟ إذا كتب الإنسان كتابة وسمح لها بالنشر وكان في هذه الكتابة أخطاء، فإن الذي يجب على من يعرف هذه الأخطاء يجب عليه أن يرد عليه، وليس يلزمه أن يعود إليه، لا يلزمه ذلك ما دام وهو قد كتب هذه
في كتاب باسمه ونشره وسمح له بالنشر، فلا شك أن هذا يجوز الرد عليه، بل يجب ممن يعرفه. أثابكم الله. القاعدة الخامسة يقول: من العدل والإنصاف عند النصيحة والتحذير ذكر الحسنات والسيئات، فما قول سماحتكم في هذه القاعدة؟ هذه قاعدة باطلة. هذه القواعد هي عند المبتدعين يريدون أن يردوا بها الحق. ليس من الواجب على من يذكر الخطأ ويرد عليه أن يذكر الحسنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما استشارته فاطمة بنت قيس في خطبة أبي جهم ومعاوية قال: أما أبو جهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحوا أسامة، وما ذكر حسناتهم. وهكذا كذلك لما قالت زوجة أبي سفيان شكته وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، ما رد عليها وقال لها يعني ما يجوز لك أن تذكريه بهذا الوقت، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأخذ يعني الذي يكفيها وبنيها بالمعروف. وهكذا فهذا القول قول باطل، وقد رد عليهم بعض المشايخ الشيخ ربيع قد رد عليهم في كتاب. أثابكم الله. وإياكم. القاعدة السادسة يقول: لا علاقة للنية بالعمل لا من قريب ولا من بعيد، فما قول سماحتكم؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا يفرض من عنده ويعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. من هو هذا؟ نعم. هذا يريد أن يكون نبيا آخر إلا ما هو، فهذا قول باطل، قول باطل لا يجوز الرجوع إليه ولا سماعه. نعم. أثابكم الله. والآن نعرض على سماحتكم بعض مقالاته المنتشرة في أشرطته. يقول: بعد 10 سنوات يصبح الناس موحدين، فلا نحتاج إلى دراسة كتب العقيدة مثل الطحاوية والواسطية والحموية والتدمرية وجوهرة التوحيد، فما قول سماحتكم؟ بعد الناس يصبحون بعد 10 سنوات يصبحون الناس كلهم موحدين؟ سبحان الله العظيم. كيف هذا؟ هذا كلام من لا يعقل، هذا جاهل غاية الجهل. نعم. الناس إذا لم يقرأوا كتاب الله وسنة رسوله وعقيدة السلف يقعون في الشرك ويقعون في البدع ويقعون في الأشياء التي لا تجوز بسبب الجهل. وأيضا كونه يخلط الجوهرة التي حتى الأشعرية يخلطها مع كتب أهل السنة، هذا لا يجوز. عليكم الله يسلمك. هاي ناس متصلين من عور الله. نعم.